بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عاملين ايه يا حبايب؟ وحشتوني. النهارده هنعمل مع بعض رومي جميل جدا، جزر رومي حلوه قوي 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 واوفر من اللحمه 100 مره. احنا هنا غسلناها ونقعناها بملح وليمون. بصوا بقت قشطه. ده بالظبط كده بتاع كيلو ونص جزر رومي، اسمها كده عند الفرارجي جزر رومي. جبنا طاسه وحطينا فيها سمنه وقدحناها وابتدينا ننزل بالجزر واحده واحده. جميله جميله جميله، هتعجبكم قوي قوي قوي. هنقول بسم الله كده. حطينا السمنه وسخناها وهنبتدي اهو ننزل بالجزر، بس مش هنقلب فيها خالص الا لما تبتدي ايه تحمر. هنبتدي هنا نحطها ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا واحده واحده، بس مش هنقلب فيها. هنسيبها على النار كده لغايه ما تدي لون كده ذهبي. هنا ورق لوري، هنبتدي نحط ورق لوري واحده واحده، والنار تبقى عاليه، ما تهديش النار علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. حطينا ورق لوري وحطينا هنا فلفل اسمر، بس حبه صغيره، نزود شويه حب فلفل اسمر وورق لوري. وهنحط معانا ملح، هنحط ملح. يبقى حطينا ورق لوري وفلفل اسمر وملح. الاكله دي هتعجبكم قوي، احلى من الفراخ واحلى من اللحمه وطعم جديد، وبيني وبينكم موفره. يعني سعرها حلو، 120. اللحمه دلوقتي بكام؟ جربوها والله هتدعولي. حطينا هنا ورق لوري وليمونه لومي، وحطينا هنا دي بهار، وحطينا فلفل اسود، وحطينا ملح. كل ده حطيناه وما قلبناش، حطيناه في سمنه. بصوا وابتدت تنشف معايا. كل ده وما قلبتش. اول ما هلاقيها بقى نشفت معايا هبتدي اقلبها اهو. ماشيين واحده ولا سهله، وما بتاخدش سوا زي اللحمه بالظبط. على النار ما بتكملش نص ساعه، نص ساعه اهي. بصوا ما قلبتهاش الا لما ابتدت تنشف معايا اهي. طعمها في منتهى الجمال. هبتدي بقى كده اول ما الاقيها نشفت وابتدت السمنه كده تظهر، هبتدي احط لها كوبايه ميه سخنه. الاقيها لسه كده محتاجه تاني، هحط لها كوبايه تاني. يبقى كده كوبايتين ميه سخنه. بعد ما لقيتها نشفت معايا وحطيت التوابل بتاعتنا اهي، هبتدي بقى. بصوا ابتدت تنشف معايا خالص اهي، شربت الميه بتاعتها. والله ما كملت على النار نص ساعه، غير اللحمه خالص. بصوا مشويه كانك شوياها، مشوحه في منتهى الجمال منها فيها، وما خدتش سوا. في منتهى، بقول لكم اهي استوت في منتهى الجمال. نعمل جنبها كده حبه سلطه حلوين، وهنغرفها دلوقتي وهتشوفوا شكلها اهو. بصوا هنغرفها مع بعض. بصوا بوريكم اهي. بصوا والله العظيم طعمها في منتهى الجمال، وتاكلوها بالف هنا وشفا. وجربوها وقولوا لي رايكم. وان شاء الله كده طبق سلطه كده حلو جنبيها وكانت جميله. على فكره انا هسيب الليمونه هنا اللومي دي علشان ابني بياكلها، ابني بيحبها جدا، هو عارف نفسه. وان شاء الله تاكلوها بالهنا وجربوها. ونشوف كده مع بعض، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وانتظرونا ان شاء الله في كل جديد. وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.